صباحو، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنفتح بقى الشبابيك كده ونهوي الشقة. اول حاجة بعملها اول ما بصحى، صباح الخير. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الخميس 18/1/2024. الجو حلو قوي بجد، الجو حلو قوي. في لسعة برد بسيطة كده، بس الجو جميل وصافي كده وحلو. فصباح الخير. نصلي بقى الصبح كده ونقرا الورد بتاعنا من القرآن ونسبح، وبعدين نعمل الفطار. يلا نجهز مع بعض احلى فطار. بسرعة بسرعة بسرعة. عملت شاي بلبن ليا والبنوتي، والاتنين بقى حبايبي الصغننين لا بيشربوا لبن بس بعد الفطار. نعمل بقى بسرعة كده، الدنيا سهلة جدا. واحلى حاجة بقى ايه؟ التجمع الصبح كده مع الحلوين الصغننين ونلعب مع بعض. إيه بعد الفطار بقى على طول. احنا اساسي عندنا الشاي بلبن، شاي بلبن الصبح وشاي بلبن بالليل. جهينة بقى طبعا عشان المقاطعة. طمنوني، عاملين مقاطعة ولا لسه؟ اتمنى تكونوا لسه مقاطعين يا جماعة. سخن العيش بقى. عندنا النهاردة روتين شوية حاجات كده خفيفة، بس طبعا المواعين هي اللي ما بتخلصش في حياتنا. فالحمد لله، ربنا يدينا الصحة بصراحة. عارفة بقى طبعا ان انتي كل يوم اما تصحي من السوق من النوم كده وتفتحي الشيش بقى زي ما فتحنا مع بعض وتلاقي تراب، وبعدين تخشي التويليت تلاقيه متوسخ ومتبهدل، وبعدين الحبايب الحلوين يصحوا تلاقي السراير متبهدلة اللي لسه منضفاها ومروقاها، باسكت الغسيل اتملى علشان غيرنا. كل الحاجات دي كده الدنيا اتدربكت. انتي بقى اما تبصي بصك كده ايه ده، في ايه؟ والدنيا اتدربكت عليكي، هتيأسي وتزهقي وتقولي ايه ده، إيه انا مالي في ايه، وطبعا تبدأي تتعصبي على الكتاكيت الصغيرين اللي هم سبب في الحاجات الحلوة دي. لكن لا، احنا ممكن نبص لها من ناحية تانية، نقول الحمد لله اولا ان عندنا صحة، ان احنا قادرين نقوم ونقف ونروق تاني ونعمل ونحضر فطار لولادنا، والحمد لله على النعم اللي موجودة في حياتنا. تاني حاجة، ممكن تعملي حاجة لطيفة قوي. انت لو ولادك في سن بدأوا يكبروا كده ويفهموا، تعلميهم ان لا، كل واحد يقوم ويروق سريره، واللي لا، الحاجة محتاجة تتحط في باسكت الغسيل يدخلها على التويلت. تعالوا افطروا بقى. بصوا هنا بقى كنت عملت السبانخ، بقى غسلتها هي والخضرة. هنعملها بكرة ان شاء الله. في اليوم ده انا كنت عملت محشي ورق عنب. بصوا ده كان بعد العصر كده، كنت خلصت بقى، خلصنا الغدا. بس فقلت اقول لكم بقى ممكن نعمل تركات كده تسهل علينا الدنيا. نرجع تاني للموضوع اللي كنا بنتكلم فيه، ان ولادنا الصغيرين من هم سن صغير على فكرة، هو بس مجرد اما يشد الملاية او الكفر بتاع المرتبة، ايوه برافو شاطر، وابدأي تشجعيه. مرة في مرة هتلاقيهم هم اللي بيحسنوا من ادائهم. بس بالتشجيع، وطبعا تعرفيهم ان دي حاجة حلوة، وان احنا كده شطار، وان ربنا هيحبنا لما نبقى منظمين ونضاف. الموضوع ده هيفرق جدا معاهم ومعاكي طبعا.
المواعين يا جماعة، المواعين يا جماعة بجد خلاص. وغسالة الاطباق بقت ب20,000، مش عارفة هعمل ايه، والمسحوق بتاعها ب2000 جنيه، فمش عارفة هعمل ايه. فياريت تقولولي كده مين اللي عنده غسالة اطباق وايه رأيه فيها. بس يلا بقى نخلص شوية المواعين دول، ونذكر بعض كده بالأذكار واحنا بنغسل المواعين دي، بتسهل علينا الدنيا والوقت جدا. بس فحبيت ايه ان نتناقش كده مع بعض بشوية حاجات. وبعدين خليني اقول لكم على حاجة، الشيطان بقى بيخش لنا من ايه، من الحتة دي، اللي هو إيه، على الصبح كده يبدأ بقى يديكي طاقة سلبية، ويقولك ايه ده انت مش لسه مروقة، والاكتئاب بقى يخش لنا من الحتة دي، ونبدأ نزهق كده من الصبح، ونزهق على الولاد ونزهق على الشقة، مع ان الحمد لله ان دي نعم كتيرة جدا واحنا مش حاسين بيها. فلما نفكر فيها من ناحية الحمد لله ان ربنا كرمنا بنعم كتير، ونبدأ نتنشط كده، هتلاقي الدنيا بقت سهلة بجد. انا بحكي لكم من تجربة والله. بس اتمنى تكونوا استفدتوا من الكلام ده كده، واكون قدرت افيدكم يعني. بصوا المواعين بتيجي من تحت، بتيجي من تحت، مش عارفة في ايه. وفي حبة تاني على البوتاجاز وحاجة بجد عذاب. الحمد لله. في بقى فرشة انا جايباها ظريفة جدا، هي اصلا دي تقريبا بتاعه الاطباق، يعني اللي عنده غسالة اطباق يجيبها، هوريها لكم دلوقتي. بينزلوا بيها البواقي من الحاجة يعني، علشان لو تحطيها في غسالة الاطباق. لكن انا بصراحة عاملاها للحوض، بجد هايلة، وكانت رخيصة، مش عارفة ب40 ب50 حاجة كده. والماتيريال بتاعها بجد حلوة قوي، يعني لو قدامك انصحك بيها وهاتيها. خلصنا بقى الحاجات الجميلة دي، كنت خلصنا المغرب بيأذن. بقى فاحب افكركم بالمية، شرب المية. انا دلوقتي هصور لكم الكوبايه بتاعه الميه بتاعتي. شوفي كده اكبر كوبايه عندك، او لو حابه ازازه، وتعاملي بيها بقى، يعني بصي تبقى دي ايدك ورجلك في راحه جايه بيها. بصوا اهي الفرشه اللي بقول لكم عليها بجد هايله. فافكركم بالميه تاني، مهمه جدا. وطبعا في الشتاء احنا بننسى الميه عشان ما نبقاش عطشانين. فانا بقى على طول بقى اجيب اكبر كوبايه واملاها واشرب على طول. خلصنا الحمد لله بفضل الله المواعين الجميله. هنشرب بقى كوبايه الميه بتاعتنا. كنت عملت شويه بطاطا بالبشاميل، مكافأة بقى للمجهود العظيم ده، وهقعد اكلها وشكرا كده، تمام التمام، اقعد اتدفى بقى خلاص. صليت المغرب وقعدت كلت البطاطا بالبشاميل، وكده الحمد لله بفضل الله اليوم كان خلص تمام قوي كده الحمد لله. بس ده كان روتين النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك يا ريت يا ريت تحطي لي لايك واكتبي لي كومنت ظريف زيك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. دي الميه بتاعتي، باي باي.